مساء الخير عليكم يا اهل البلد، وحشتونا يا اخوانا. ايه يا اخوانا فيه ايه؟ انتوا مالكم كده سنين سنانكم على الوليه القرشانه اللي اسمها ليلى عبد اللطيف دي ليه؟ عشان يعني بتقعد تتوقع في حاجات وبتطلع في الاخر فنكوش. طب ماشي، ما هو يعني عايز اقول لكم برضه يعني على راي الرسول صلى الله عليه وسلم: كذب المنجمون ولو صدفوا. ودي دجاله وبتطلع في كل حته، واللي بيجيبوها دجالين زيهم وبيصدقوها. بس ما فيش مانع يعني يا اخوانا ان احنا نضحك عليها شويه. يلا بينا كده نشوف بتقول ايه. الست دايما ما شاء الله لا قوه الا بالله كل توقعاتها صح، حتى اللي توقعته في بدايه 2024 في سوريا حصل بالظبط. سوريا والرئيس بشار الاسد بقى الرئيس الاسد نعم، سيبقى الرئيس بشار الاسد هو الممثل الشرعي الاوحد للشعب السوري. ممكن انه ما يبقى بالصوره لا 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 لا. ووفود اوروبيه وامريكيه لاول مره سنراها بسوريا 2024 لزياره الرئيس بشار الاسد. وفي سوريا ايضا سنرى السيده الاولى اسماء الاسد على الواجهه الاعلاميه من جديد. ده ايه توقعات بنت مرات الاسد دي؟ يا سلام يا اختي، باجي في السلطه. اديك اللي قلتي باجي في السلطه، وهو تشلوح من السلطه وتشكمع من السلطه، ويعني الشعب السوري العظيم عمل معاه الجلاشه. عايزه ايه تاني؟ لا وخلي بالكم يا اخوانا، بتقول باجي في السلطه وهي الحقيقه يعني واثقه من نفسها ثقه عمياء محدش شافها في بني ادمين ربنا خلقهم قبل كده. يعني افتكر يعني انت لو عندك دم ما تطلعيش مع حد تاني وتقولي كلام زي ده، ولا تطلعي في برامج تاني اساسا. انت لو عندك دم ما ينفعش تعملي كده اساسا يا ست ليلى عبد اللطيف. ومع ذلك يا اخوانا برضك عمرو اديب جابها. تعالوا نسمع عمرو اديب بيقول لها على موضوع سوريا كده. سيدة التوقعات السيدة ليلى عبد اللطيف، ازي حضرتك؟ اهلين استاذ عمرو. خلينا نبتدي بسوريا. ازاي انت ما كنتيش شايفه اللي هيحصل في سوريا؟ انا شفت عندي الفيديوهات يا استاذ عمرو. انا عارف، انا بنقول بنرد عليهم. حتى قلت كنت قايله انه قلقانه على الرئيس بشار الاسد، انه في شيء قلق في سوريا. حتى قلت المعارضه اراها بالحكم. أيوة عندي شفت. الفيديوهات. ايوه شفتها انا كمان الفيديوهات دي. شايفين الكذب يا اخوانا؟ شايفين الكذب والتدليس اللي عايزه تاكله لعقول الناس وتاكلهم الحلاوه؟ شايفين يعني تقول بشار باجي في السلطه وشايفه وفود من امريكا للرئيس السوري، ومرات الرئيس السوري هتطلع في الاعلام، وفي النهايه طربقت على دماغه. ولما عمرو بيقول لها دلوقتي انت ما كنتش شايفه ايه اللي هيحصل في سوريا، قالت له لا انا قلت بشار خارج السلطه والمعارضه شايفاها في السلطه كمان. شايفه ايه يا اوليه يا قرشانه يا حربايه؟ بصراحه يعني يا اخوانا انا عايز اقول لكم ان العيب مش على الولايه دي، العيب على اللي بيجيبوه. واحد زي عمرو اديب، ولا واحد زي الافندي التاني، ولا واحد ولا واحده. العيب على الاعلام بتاعنا اللي ما بقاش فاهم حاجه وبينفذ تعليمات بالحرف الواحد ما تخرش الابره. اي والله زي ما بقول لكم كده. يا ريت يعني يا اخوانا لو لسه بتشوفونا وانبسطتوا معانا من الفيديو ده ما تنساش تعملوا اشتراك وتعليق واللايك الجميل بتاعكم، واستنونا في فيديوهات تانيه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.